السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حالكم يا شباب؟ النهارده هشرح لكم ازاي جبت $100 من النت. النهارده ان شاء الله هشرح لكم قصتي بعنوان ازاي جبت $100 من النت. وقبل ما نبدأ لازم اوضح لك حاجة مهمة جدا، ان دي فعلا قصتي، حابب اقولها لكم عشان تستفادوا منها وتاخدوا منها شوية عبر وكيان، لانها قصة فعلا جامدة يا جماعة. القصة تبدأ وانا كده كنت بحب العب الالعاب جدا. كنت بحب العب الالعاب والالعاب الفيديو والجيمنج والبص والالعاب وجاتا وكل حاجه وماينكرافت وشويه العاب كتيره كده كنت بحب العبهم زمان. وانا بلعب جت في بالي فكره جهنميه، ازاي بيصنعوا الالعاب. تقريبا الفكره دي جات لي كذا مره كده، بس في اللحظه دي حسيت ساعتها ان انا عايز اعرف ازاي بيعملوها. المهم الرحله بدات هنا، ازاي اصنع لعبه فعلا. بدأت في مجال صناعة الألعاب مع برنامج بلندر بين 2.79 ده الإصدار القديم شوية ده، بس ساعتها كان جديد. موضوع تعلم بلندر كان موضوع سهل شوية، عشان كنت متابع واحد بيعلمني، شخصية أسطورية فعلا، ميمون. كان له كورس على اليوتيوب، بس كان في قناة قديمة والقناة بتاعته دي اتحذفت، مش عارف ليه. المهم بعد ما اتعلمت شويه في البرنامج وبدات احس ان انا بقيت فاهم فيه وفي كل مجالاته، من التصميم والتحريك وشويه برمجه كده في الالعاب، برمجه اللي هي البرمجه الخفيف. قدرت اعمل لعبه، واللعبه ديت ما كانتش وحشه يعني، كانت من احسن الالعاب اللي عملتها، واسمها تقريبا زي ما انا فاكر يعني اسمها روك مان. اللعبه ديت لعبه عباره عن راجل حجري بيتمشى كده في اراضي كده ايام زمان، تقريبا في العصر الحجري كان في ناس حجاره وكده يعني. كانت لعبه صراحه كانت ممتازه وعجبت الناس كتير كلها في الحاره بتاعتنا، وتقريبا كنا بنلعبها عادي وكل الناس كلها كانت بتلعبها، وكان كل حاجه كانت تمام لحد ما حصلت المشكله دي. في نفس الاسبوع يا صديقي حصل مشكله في الهارد الميكانيكي بتاعي اللي كان عليه اللعبه، والهارد للاسف باظ وما بقيش بيشتغل، وحاولت ان انا اصلحه وكان عليه اللعبه، وكانت اللعبه دي كانت من افضل الالعاب اللي عملتها، وبصراحه ما عرفتش اصلح الهارد واللعبه ضاعت مع الهارد. المهم بعد اللعبه ديت واللي حصل فيها ده نهايه مأساويه، اللعبه كانت صراحه حلوه. جبت هارد ميكانيكي تاني وقعدت برضه في مجال الالعاب شويه مش كتير يعني، هي شويه قعدت تقريبا اشهر، بس ما دخلتش في المجال اكتر وعملت العاب كتير. تقريبا هي اللعبه دي وعملت لعبه تاني مش فاكر بالظبط هي، لان الالعاب التانيه كانت. المهم بعد شويه كده عرفت حاجه، ان موضوع الالعاب ده مش مربح بالنسبه لي، مش بيجيب فلوس. فكرت في حاجه بتجيب فلوس، عشان صراحه كان وضع المادي ساعتها كان صعب جدا يعني، حتى ما قدرتش اجيب الهارد الميكانيكي اللي هو اللي باظ دوت بديل يعني، ما قدرتش، تقريبا جبته بالعافيه. المهم يا صديقي فكرت ان انا افتح قناه يوتيوب. ايوه فكرت في الفكره دي. وفي ملحوظه كده، وانا في مجال الالعاب اتعلمت شويه في موضوع اللي هو الموشن جرافيك، اللي هي مهاره الانيميشن، الموشن جرافيك، اللي هو كيف تحرك العظام او كيف تحرك الشخصيات بتعمل حاجه معينه. فكانت دي حاجه اساسيه وانت بتصنع لعبه يعني، فانا خدتها في الطريق كده. المهم وانا قاعد ادور على محتوى ان انا اعمله في اليوتيوب، فلقيت المحتوى اللي انا اقدر اعمله، ولقيت كمان قناه بالاسم ده، بلاك بلازما ستوديو، بتعمل حاجه اقدر اعملها وفي نفس الوقت في لعبه بحبها اللي هي لعبه ماينكرافت، زائد الانيميشن هيساوي فيديوهات. القناه دي كانت بتقدم فيديوهات باعلى جوده ممكنه. المشكله ان انا كنت بحاول دايما اللي هو بنافسها، وجهازي كان فعلا جوده الجهاز او المواصفات بتاعته كانت متواضعه جدا، وبسيبها لكم تحت في صندوق الوصف تحت. الجهاز بتاعي تقريبا كان مجرد بطاطا حرفيا بنافس فيها قنوات يعني كانت واصله للعشرات للمليون. المهم الجاي ده بحب اسميه حرب غير عادله ومستمره. كنت بنافس قناه عندها 10 مليون بالامكانيات اللي عندي، والمنافسه خدت اكتر من سنتين. عرفتوا ليه سميت الايام دي بالاسم ده، حرب غير عادله ومستمره؟ ولو عندك اسم تاني ممكن تكتب لي تحت في التعليقات. المهم يا صديقي حصل حاجه لم تكن في الحسبان. ثالثه ثانوي، هو ده السبب اللي خلاني ما انشرش لمده. المهم يا صديقي اثناء ثالثه ثانوي حصلت حاجه زي اللي حصل في لعبه روك مان، القناه اتحذفت. هي مش اتحذفت فعلا يعني، هي موجوده بس مش قادر اسجل الدخول ليها. لو هتسالني ليه كيف وليه، هقول لك
القناه كانت على التليفون بتاعي، فالمهم التليفون ده حصل له شويه حاجات كده لازم اعمل له ضبط مصنع. فلما عملت له الضبط مصنع نسيت اسجل الخروج من الحساب على التليفون. المهم عملت ضبط مصنع على التليفون، وبعد كده جيت اسجل الدخول تاني للحساب، فبيقول لي ان احنا ارسلنا كود للجيميل اللي هو بتاع القناه اللي انا بحاول اسجل الدخول لي اصلا، وبيقول لي ان احنا بعتنا رساله هناك وانا لسه ما سجلتش. فالحته دي لحد دلوقتي كده انا مش عارف اعديها ازاي ولا اجيب كيف الرساله للحساب اللي انا مش فاتحه اصلا. فهو ده اللي حصل ومش عارف اعمل ايه ساعتها. ولو قدامكم لو حد فيكم يعني قدامه اي حل كده الموضوع ده ممكن يقول لي ويتواصل معايا تحت، وهبقى شاكر ليه فعلا لو قدر يحل المشكله دي. المهم بعد كده حاولت اعمل اكتر من قناه يعني بعد ما عرفت ان القناه دي خلاص حاولت اعمل قناه 2، بس الموضوع مش الشغف بتاع الاولانيه خلاص راح. المهم يشاء ربك بخبر مفرح من صاحبي بيدو، جاء وقال لي على خبر صراحه هو ده الخبر اللي خلاني يعني اعمل الفيديو ده تقريبا. بيقول لي ان في واحد من نيجيريا اسمه يوسف بيحتاج فيديوهات من اللي انا بعملها اللي هي الماينكرافت انيميشن. المهم الراجل ده بيقول لي ان انا عايز فيديوهات من اللي بتعملها اللي هي ماينكرافت، وهتاخد عليها فلوس لكل فيديو على ما اظن انا افتكر 20 للدقيقه. المهم احنا وافقنا على الكلام دوت ووافقنا وبقينا شغالين معاه وكده لغايه ما اكتملت $100، وكده يعتبر القصه كده انتهت. برضه احنا عملنا حساب فايفر وحاليا وصل ليفل 1 وكده يعني، فالحكايه جرت بعضيها وعملنا الدنيا. ممكن تبدا انك تشتغل على فايفر لو حابب يعني مجال الفريلانسر والجو ده، بس كان في مشكله ازاي الفلوس توصل لي. بس بعد بحث طويل في الموضوع وكده يعني الموضوع طلع سهل شويه، انك هتجيب حساب بيبال وهتربطه بفيزا البريد المصري اللي هي ايزي باي، وهتربط الحسابين ببعض كده وهو هيبعت لك على البيبال كده. الموضوع يعني تقريبا يتحل، بس ساعتها كان الموضوع كبير ساعتها يعني ما انكرش كده. الموضوع صراحه دار ولف وخلانا يعني الموضوع صراحه كان كبير جدا وقتها، بس احنا الحمد لله احنا حلينا المشكله ومفيش مشاكل الحمد لله حاليا. المهم يا صديقي تتعلم ايه من القصه دي؟ اكتب لي رايك في التعليقات اتعلمت ايه من القصه دي وقول لي وانا هرد عليك ان شاء الله. المهم الوقت دي قناتي وانا هوبا تقريبا بادئ جديد في اليوتيوب والكلام ده كله. بشترك في القناه بقدم محتوى انك تستفيد وتعرف وتتعلم اكتر وتكسب فلوس من النت. ده سبب وحدي كده كافي انك تشترك في القناه دلوقتي. يلا مستني ايه؟ دوس على اللايك كده واشترك وشير الفيديو لو عجبك، وما تنساش تصلي على النبي. كان معاكم هوبا، سلام.